السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في قناتي قناه نينا لايف. اليوم جيتكم بهاد الكيكه ديال الزبيب، من الكيكات اللي بزاف بنينه مع كاس ديال لاتاي ولا قهوه. يا سلام، خاصه مع هاد الاجواء في وقتها سوا. المهم شوفوا كيفاش تجي. صح هي عاليه ولكن شوفوا تجي خفيفه، يعني تجي هشه، ما تجيش هذوك الثقيله ولا. ما شاء الله، خاصه مع كي درنا لها مبشور ديال البرتقال، واحد النكهه والله العظيم صدقوني من احلى الكيكات. شوفوا مع الزبيب، يا سلام، بزاف بزاف بنينه. ننصحكم انكم تجربوها، راح تعجبكم بزاف وراح تولوا تعتمدوا عليها. فوالا شوفوا، انا وريت لكم هكذا باش تعرفوا باللي راهي داخل ماشي معجنه ولا ثقيله ولا، تجي سوا سوا. شوفوا. المهم تبعوا معايا حتى لاخر فيديو تكتشفوا الطريقه جد سهله، والمكونات موجوده في الدار، وبسيطه جدا، ويعني وتم توجدوها سريعه جدا. فوالا وريت لكم باللي خفيفه، سمحوا لي على هذا المنظر. المهم هنايا في الخلاط، في العجانه هذه حطيت 4 حبات ديال البيض. البيض لازم يكون على درجه حراره الغرفه. شوفوا الا ما عندكم شكل عجانه تقدروا ديروا غير بالباتور، اللي ماشي بالباتور بالفوي وخلاص. اوكي، شو تكونوا شويه غابيد وتخبط وتضربوا شي 4 دقائق ولا 5 دقائق في هذه المرحله الاولى. المهم هنايا ضفت ملعقه كبيره ديال الفانيلا بودره، ملعقه كبيره. وهنا مبشور ديال البرتقال، الا ما تكونش برتقال ديروا ديال الليمون، لازم ديروا واحد فيهم. صدقوني واحد اللوغو، واحد الريحه فيه ديال تشينا هذا، واو يشهي ولا يعني الريحه تهبل. المهم هنايا شوفوا نخلوها 4 دقائق حتى ل5 دقائق وهو على اعلى درجه. اوكي، لازم نزيدوا كامل الدرجه، فوالا حتى يتبدل. شوفوا كيفاش نتحصلوا على هذا القوام. هنايا نبداو نخفضوا درجه نخفضوا شويه واسمو، ونبداو نضيفوا 250 مليلتر ديال السكر، يعني كاس واحد ديال السكر، ونضيفوه كيما راكم تشوفوا ملعقه ورا ملعقه، ملعقه ورا ملعقه، بشويه بشويه حتى يزيد الحجم. كل ما زيدوا راه يزيد في الحجم ديالو. اوكي شوفوا هكذايا، هاي ليك شوفوا كيفاش تبدلت حتى لا كولور تاعو تبدلت. هنا نبداو نضيفوا كاس ديال الزيت تدريجيا ثانيك كيما ضفنا السكر. هنا نقصت كامل، لازم هنا يكون في قلت لكم درجه يعني ما يكونش بزاف زايد وسمو، نقصوا العجانه نخلوها غير بشويه اقل درجه، ونبداو نضيفوا الزيت غير بشويه. وثانيك الحليب يكون ثانيك كاس ديال الحليب 250 مليلتر، يكون ثانيك دافي شويه، ونضيفوه كامل. فوالا هنايا واش درت، هنايا كنت ضفت زوج كيسان ونص ديال الفرينه، وزدت ملعقه كبيره ديال خميره ديال الحلويات، وربع ملعقه صغيره ديال بيكربونات هو السر باش يخليها هشه هكذاك. نخلطهم كامل ونصفيهم، ونبدا نحط بالمغرفه ملعقه ورا ملعقه تانيك. وتانيك كما راكم تشوفوا نقصت كامل العجانه، خليتها تكون يعني بالدرجه الاولى برك. ونبداو نضيفوه. هنا كي كنت نسرع برك اللي بان لكم بلي راهو يجري، هو لا هو ماهوشي، هو راه في الدرجه الاولى. المهم هنايا كي خلاص كملت مع الفرينه، جبت كاس ديال الزبيب، غسلته مليح وكاع، ودرت له ملعقه كبيره ديال الفرينه، ونبداو نحطوا فيه كاس ديال الزبيب ياك. علاش درت له انا الفرينه، مرمته بالفرينه باش هكذا ما يهبطش لتحت كامل الزبيب، يقعد يعني يطلع لي شويه الفوق. فوالا هنا تاني نضيفوه بشويه. خلاص نحبسوا العجانه، نروحوا نجيبوا القالب تاعنا. استخدموا اي قالب يكون متوفر عندكم. دهنتو كايتك بالزيت ورشيت عليه الفرينه، او نتوما تجيبوا زبده كميه مليحه ديال الزبده ودهنوا كامل القالب تاعكم. هنا تانيك لازم يكون الفرن تاعكم محمى مسبقا. كي تبداو تخدموا كامل لازم يكون محمى على 180 درجه، على الرف الاوسط الوسط، ونشعلوا له لتحت. كي خلاص يطلع لي هكاك توصل 40 دقيقه ولا، نشوفوه طلع مليح هكا، نشعلوا له الفوق يتحمر الفوق. قولوا كلشي 45 دقيقه حتى لساعه على حسب الفرن تاعكم. الا كان سخون بزاف 45 دقيقه خلاص، الا نورمال ماشي سخون بزاف ساعه تاخذ لكم. هاي ليك هنايا وزعت كامل هذاك الزبيب باش يجي كامل كيف ما يجيش جهه كاين جهه ما كانش. تانيك هنايا عاود جبت شويه زبيب هذاك غسلته مليح وكاع، وزينته من الفوق. كما قلت لكم فرن يكون محمى، وندخلوه على 180 درجه لمده 45 دقيقه حتى لساعه.
فوالا هذا ما كان. شوفوا كيفاش راهي انا زينتها هكذايا، نتوما زينوها باي حاجه تكون متوفره معكم او خلوها هكذاك. المهم هذه هي الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله تنال اعجابكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وثاني ما تنساوش ديروا لي لايك، ديروا لي يلا نتمنى لكم مشاهده ممتعه. مع السلامه.